هرسوا النقل التريلا، هرست التوك توك من قدام. في تخيلكم كده مين اللي غلطان؟ سواق التريلا ولا التوك توك اللي لزق في التريلا؟ الحسبة بمقاسات المرور كده دخلت تفكشت يعني، لقيتها من 3 متر ل5 متر. احنا بنمشي على الطريق دايما بخلي مسافة على الطريق الرئيسي زي الطريق الدائري، الطرق اللي هي الرئيسية دي ممكن نخلي 2-3 متر. ممكن في الصلانسين نخلي متر، نخلي نص متر. في الشوارع في المناطق العشوائية ممكن اقول لك انا لازق فيك، بس خلي مسافة برضو لحد يعدي، يعني مش اللي هو قافلها خالص. بالاخص لما بنبقى ماشيين قدامنا تريلا او ورانا تريلا زي كده بنحاول نتلاشاها خالص، لان هي لو وقفت التريلا دي وجت دورت تاني ليها تريحة وحشة جدا. التريحة بتأدي للي احنا شفناه دلوقتي، ان سواق التوك توك هنا غلطان، هو اللي لازق في التريلا. في الاخر خالص وش الازاز بتاعه اتكسر، نزل طبعا يجري على السواق ويقول له انت كسرت، طب وصلي التوك توك. هو في اعتقاده ان هو مش غلطان، بس سواق التوك توك هنا غلطان. ودي مشكلة بتقابلنا كتير جدا، انك تبقى ماشي تلاقي حد لازق فيك كده، ما تعرفش تيجي تدور. لو عربيتك مثلا من العربيات اللي هي القديمة، العربيات القديمة دي اغلبها بيبقى فيها تريحة كده شوية، لو ريحت العربية تلاقي اللي وراك قدك كلاكس. طب انت لازق فيا ليه؟ انت يعني طالع كوبري، انت ليه لازق فيا؟ انا في طريق عام، انت ليه ما تخلي فيه مسافة؟ فطبعا المنظر ده بنشوفه في كل حتة. عشان كده انا بنصح اي حد ماشي على طريق، خلي المسافة المرورية بينك على الطريق العمومي من 3-5 متر، وعلى الطرق السريعة، وخلي في الطرق اللي هي اللي زي كده خليها متر حتى، يعني مش لازم تبقى لازق قوي يعني. والشباب اللي بيتعلموا على التكاتك لا، افهم الاول السواقة وبعد كده انزل اشتغل على توك توك.